ضربني ودقدقني ولد الحرام، واش دار فيا؟ لقيت عظامي قاع يوجعو، ما قدرتش نتحرك. مين لقاوني يتيمة حقروني، مين ادنا ليا قلتلو بعدني، نكرهكم كامل انتم اصحاب الدراهم تكرهوا زواولا. تبعوا قصتي اليتيمة، راح تشوفوا حكايتي وبكل التفاصيل واش صرا فيا وانا يتيمة، لا ام لا اب. راح نخليها لكم في هذا الفيديو، تابعوا معنا الفيديو للأخير. فقط ما تنساوليش دعمكم ليا، ربي يفرحكم بجميع الفيديو، تفعيل زر الجرس هكا باش يوصلكم كل القصص من مجتمع جزائري احيانا تكون فيها العبرة والتفادي في الوقوع في نفس اخطاء وتجارب غيرنا. بلا ما نطول عليكم راح نحكي لكم كرونيك تاع اليتيمة، مسكينة إنسانة من العاصمة. تقول أنا هدى في عمر 22 سنة، شابة وجاية بيضاء وعينية كحولة، شعري أسود وطويل، ونخدم في الصالون نتاع الحفافة. عايشة غير عند جداتي، والديا متوفين الله يرحمهم. وش نحكي لكم؟ جاء نهار وين قالت لنا مولات الصالو نتاع الحفافة راني فتحت في وهران، الصالو كبير، اللي حبت تجي معايا تجي مرحبا، عندي فيلا كبيرة ومن تحت دايرة الصالو نتاعي. روحت انا سقسيت جداتي، قالت لي روحي يا بنتي شوفي حياتك، بصح بالكي على روحك وبالكي على كرامتك وشرفك. رحت قضيت حوايج اللي بارفايا البنات تقول راني رايحة لفرنسا، جامي خرجت من العاصمة صراحة، خدمة دار وراكم تعرفوا. غدوة من ذاك ودحت جداتي ورحنا مع الأخت مريم ولات الصالو، دارت لنا غنا في اللوطو، وحنا رحنا ثلاثة، أنا وآمال وسهيلة صاحبتي. كنا ميتين بالفرحة، راح نكتشفوا مكان جديد. كنا بيناتنا كنا في ثلاثة شابين وزلات، أي وحدة شابة فينا صراحة. سهيلة هذاك النهار تسيبارات مع حب قلبها، ولات من الفرحة كي سافرنا نسات كامل الحزن نتاعها. قالت كاين خوه في السوق. كي لحقنا يا البنات هبطنا من اللوطو، رحنا ديريكتومو للفيلا. الفيلا شحال شابة صراحة، خلعتني، عجبتني بالبزاف وزادت وهرا. واش نحكي لكم، مدينة هابل. هبطنا قشنا وحوايجنا، وكل وحدة ادات شومبرا في ذيك الفيلا من الداخل، واو تقتل. لحقنا دوموندينا الحشا من برا، رحنا رقدنا باش غدوة نوضو ونبكرو نروحو نخدمو. صباح لقينا الأخت مريم مع سهيلة راحوا قضاو للدار، طيبنا قهوة وحطينا وشربنا وهبطنا للصالو. بدينا خدمتنا ونسقمو في الحالة ونوجدو. بعدها ولاو الناس جدد يجو، دار جديدة يعني وش راه يستنى فينا. خدمنا ذاك اليوم وكملنا على 6. قلنا للأخت مريم إلى نروح ندورو شوية، قالت لنا أوكي مي ما تبعدوش. الأخت مريم يا البنات في عمرها 50 سنة وماشي متزوجة، بصح ناجحة بزاف في خدمتها، تعاملنا كي بناتها وربي يحفظها. ستيكينا رواحنا، لبست كومبيليزون بيج، باسكات بيضة، طلقت شعري، درت الغسيل الغجلاف، كنت نهبل صراحة. مع قلت لكم من قبل انا شابه بزاف، يعني مش نشكر في روحي. خرجنا وين نروحو يشوفوا فينا، شرينا كارانتي كتهبل، تمشينا ونحينا على خاطرنا، ريحنا. وهذيك البلاصه كانت خاليه شويه، يعني ما فيهاش ناس بزاف. انا درت مورايا لقيت واحد يشوف فينا، وخزرة نتاعو ما تعجبش، يخوف باين فوايو. شديت يد صاحبتي وهربنا، وكي سلكنا قلت لها شوفي كي حمار حاشاكم وبغل ماشي متربي. دار عندي واحد السيد كي شافني قال لي راكي عليا البقرة، قلت له قادر روحك خويا. قال لي انت اللي تقادري روحك، قلت له لا ما كنتش معك، اسمح لي غير واحد كان يخوف فيا. قال لي انت ماشي منا، قلت له ايه انا من اجي. قال لي بالك على روحك، وهرنا مدينة كبيرة وقاوي فيها البراني، بالك على روحك. قلت له اوكي صحيت خويا. قال لي لا معليش نحكي معاك وحدك، قلت له تفضل. الصراحة
يا البنات عجبني وكان طويل وسمر لحيته تهبل. جبت شوية روحي على صاحبتي ومن بعد حكيت معاه، قال لي الصراحة عجبتيني بالبزاف وجاية حلوة تهبلي. انا تم خدودي حمارو، ياه كيفاش يهدر بالوهراني يقتل. قال لي ما تقولي والو، قال لي خليلي الكونتاكت انا عجبني بصح حبيت نثقل شويه روحي، ماشي غير اللي يقول لي نمدلو النميرة نتاعي. قلت له لي شاف ربي فيها الخير ان شاء الله نتلاقاو، وإلا كانت صدفه راح يسهلها ربي. قلت له ثم نمدلك الكونتات ماشي غير كونت. تبسم وقال لي يا قليع قلبي هذيك الضحكة تخطف الحسل من البقلاوة. قال لي كيما تحبي ان شاء الله نزيدو نتلاقاو مرة اخرى. التليفون كان يصوني شكون؟ الاخت مريم تعيط، قالت تبحرتو ولا واش؟ ارواحوا للدار راكم طولتوا. قلت لها سمحينا قلقناك والله غير رانا جايين ديريكت. رجعنا وبالي كان مازال معاه. اختي اسمه ما نعرفوش، خطف لي عقلي. لحقنا للدار تعشينا مع صحاباتي والاخت مريم، درنا لي ماسك نتاع الليل ورقدنا. نضنا الصباح نقينا الدار، هبطنا للصالو وهبطنا نخدمو ديراكت. كنا قاع نخدمو لاباس حتى دخلت وحدة الطفلة زلة لا طاي باينة خدمتها ولابسه غير الحر. درت لها البالياج لاضات يعني بدات تشنف عليا. كي كملت جبدتولها وهي والله غير داتولها يهبل. بدات تعيط ما تعرفيش تخدمي، طيحت لي كامل شعري وبديت غير تزيد عليها. قالت لي وين راهي المعلمه نتاعك؟ ومن بعد قالت لها مدام غير حاوزي هذا البنت راح تخسر لك خدمتك. وخرجت كيما الكلبه حشاكم وطلعت في وحده الطوموبيل تهبل. ايه هذو هما اللي عندهم شكاره. كي عيطت عليا هكذاك فشلت يا البنات، حطيت الطابليه وخرجت مشيت وبقيت نبكي. ما فقتش قاع بروحي. ايه انا هي اليتيمه الفقيره اللي جي طيح من قيمتي. ربي يرحمكم يا العزاز، وين راكم وين خليتوني في هذه الدنيا وحدي. شفت من بعد واحد يبيع غزل البنات، رحت شريت وشديت بلاصتي حتى نسمع طوموبيل تصونيلي. درت لقيتو هذاك البارح، شفتو نفس الشخص. ايه هذاك هو الانسان اللي البارح لقيته، بصح هذه المرة خارج من طوموبيل مرسيدس قوة. هبط عندي شنفت عليه وقلت له واش تستحق؟ تبسم قال لي واش بيه الزين مشنف؟ البارح كنتي نورمال؟ عيطت عليه قلت له بعندني انا زوالية ونخدم في الصالو، جيت نخدم ما جيتش نحشق. بابا ويما ميتين، انا ما رانيش هنا ومانيش بنت حرام، ما جيتش نلعب هنا وما راحش تشريني بدراهمك، فهمت؟ شوكا قال لي وش بيك كش ما قلت لك انا. بديت نبكي قلت له نكرهكم انتم اصحاب الدراهم حقارين، روح اخطيني. مسح لي دمعتي وقال لي انا ما راني ناوي نتمسخر، ما راني ناوي نلعب. عجبتيني هذا ما كان، والفقر عمره لا كان عيب. كان يهدر معايا بواحد الحنانة يا البنات. قال لي ايه انتي زوالية بصح زينك بالمرايا ما يشروش، وجاية كالم الله يبارك. البارح كامل ما رحتيش من بالي. وش درتي؟ شفت فيه قلت له وش تستحق؟ قال لي حابك في علاقة جدية. قلت له وش اسمك؟ قال لي اسمي أمير. قلت له أنا اسمي هدى. قال لي مثل فيها ليش، وش رايك تكوني معايا وما نحتاج حتى واحد يخرب فيك، تولي ديالي وحدي. بديت نضحك. قال لي يا اخي مرت الدايم مهنا، وش راه يضحكك؟ قال لي ارى النيميرو. قلت له نو، اجبد لي التليفون تاعي ودا النيميرو. قال لي ارواح نوري لك وهران. قلت له اوكي مي ماشي بالطوموبيل. قال لي ما عليه. رحنا فطرنا كيف كيف، رحنا لوحد البارك لعبنا، واول مره واحد يهتم بيا هكا، عاملني بوحد الحنانه يا البنات جامي حسيتها من نهار راحوا والديا. وليت للدار لقيت الاخت مريم زحفانه عليا، قالت لي ما تشاورينيش مامبا ونعيط لك ما ترجعيش، راكي امانه عندي يا هدى. عنكتها وقلت لها سامحيني. درنا العشاء، جات امال عندي قالت لي وجهك راهو منور، وش صرا؟ وين كنتي يا الحلوفه؟
بدات تتلف لي الهضرة صراحة معاها حتى صون التليفون. شكون؟ أمير. قال لي واش راكي مليحة؟ قلت له الحمد لله. وانت؟ قال لي ما روحتيش من بالي. واش من العقل بقالي؟ الخزرة نتاعك تهبل. اوكي بديت نضحك. قال لي ما نطولش ونهبل عليك. كان معيشني معيشة الملوك، كل يوم خرجة، كل يوم تحواس لي كادو. واش نحكي لكم، بان لي راجل من الجنة. كان يقول لي لو كان تخدعيني نقول لك، حسايبين لي راه يتمسخر. ليسونسيال يا البنات، ضربت فيه عشقة. عشت في الأحلام وداني وبريزونتاني حتى لدارهم. يماه كانت بزاف حنينة معايا. فات ويامات وحنا على نفس الحكاية. وخطرة اتصل بيا الزميل نتاعي، كنا نقراو كيف في السيام. كان كي خويا عمي بروش. قال لي راني جاي الوهرة نحب نشوفك ونطمن عليك. قلت له مرحبا. هيا درنا هكاك موعد وخرجنا نفطرو كيف بعدها درت من مورايا نلقى أمير. قلت له واش بيك عمري؟ صافا؟ واش بيك مشوكي؟ قال لي كيف صافي انتي عن بالك رانا نلعبو؟ قلب الطابلة عليا. قلت له واش بيك جهلت؟ قال لي وتزيدي تحلي فمك. خبطني بكف الضارب مع هذاك الامي ديالي. قلت له ما تضربوش، رفد الكرسي وضربني بيه. فطنت لقيت روحي في السبيطار وصحاباتي ومريم معايا. بديت نبكي ونوح ونقول ولد الحرام واش دار فيا. المهم لقيت عظامي قاع يوجعوا، ما قدرتش نتحرك. خرجوني داوني للدار، بدلت الرقم وقلت لهم بالكم تزيدوا تجبدوه. اسم نتاعو قدامي. حسيت بوحدة الحقرة يا البنات. يا ربي يكون معايا وما تخلينيش وحدي. وليت نخدم ونطلع للدار، ما نخرج كامل من الصالو. يعني فاتوا 3 شهور. جات حد اخت امال لعندنا تجوز فاكونس. قالت لي ايد تجي معايا ومنها تنحي ضيقة الخاطر. راكي غبنتي روحك بالبزاف. بالسيف باش قبلت نخرج. ما درت لا مكياج لا والو. اقتل فيا حب للحياة. اخرجنا، رحنا لوحد الحديقة ثماك قاع لي كوب ثماك. بديت نتفكر ونوكل في ربي. شافت فيا سهيلة قالت لي هدى أمير عنده مرسيدس. قلت لها إيه؟ قالت لي هذاك ماشي هو. يا البنات واش شفت؟ لو كان غير ما شفت. إيه أمير خرج من الطوموبيل وشاد يد طفلة. عن بالكم شكونها؟ تشفاول هذيك الطفلة اللي درت لها البالياج وعرشت لي وزقات عليا؟ إيه هذيك هي. قلبي حسيته تقسم، رجلي فشلوا وبدا قلبي يتزير. خلاص ما قدرتش. انا حسابت لي بلا بيا ضاع. حسايب اللي منسانيش وهو عايش حياته وانا نسوفري. ربي وكيله. شفت فيه قلت له ربي وكيلك. قال لي الصبري هدى نفهمك. خلاها وجا عندي. قلت له ما تفهمني ما نفهمك. قلت له بعدني ما خليت فيا والو. راح عند سهيلة صاحبتي. قالها أختي سهيلة غير سمعيني. سمعني كي قاعدة نقولها سهيلة أياي. قالها غير انتي اللي تقدري تسمعيني وتفهميني. راحت هضرت معاه. قالها ما نسيتهاش ولا دقيقة، دايما في بالي. وكي ضربتها حسيت روحي رخيص. هي جبدت روحها عليا. لقيت روحي في طريق عوجة. كنت نعيط لها ديما وتليفونها طافي. كرهت وحدي والله يا سهيلة أختي، غير نحبها وندير المستحيل باش تسمح لي. عيطت لسهيلة قلت لها أرواحي للدار ما تسمعيلوش. ولينا للدار وقلبي مجروح. عييت من الدنيا كامل وفشلت وعندي خيبة أمل ما تتصورش. ولحقنا للدار. رحت رقدت الليل كامل وأنا نبكي. ما قدرتش. كنت نخمم ننتحر صراحة. بصح حرام عليا هذا الشيء. الصباح جات عندي سهيلة قالت لي راه ضايع بلا بيك. السيد مازال يحبك، مديله فرصة ثانية وراه باغي يخطبك ديريكت. قبلي وتهناي هو الغيرة اللي دارت له هكاك. قلت لها الا تحبيني ما زيديش تحكي عليه. هبطنا للصالو. واش لقيت يماه امير جات لعندي. قالت لي بنتي حابه نخطبوك لوليدنا وراه يستناك قدام الباب. انا ما حبيت نحرقها بالبزاف. نحبها واصلا تبان محترمه سيرتو كي كنت نعرفها. وكان ايامات يديني عندها تحن عليا.
خرجت عنده قلت له اخطيني راك حطمت حياتي، رانيني ابني علاش عليا هذا العذاب. شدني من يدي وعنقني عنده، بدا يبكي ويقول لي سمحيلي، على بالي ضريتك، سمحيلي، الله غالب ما قدرتش نشوف مع غيرك. ما فقتش كيفاش ضربته، قال لي ما فقتش كيفاش ضربتك وانا نطبح فيه وهو ما بغاش يبعد عليا. عطيت له كف طبعني، قال لي معليش نستاهل، كيفاش حتى تضربيني. عينيه ولاو حمورة، حتى خفت صراحة وبديت نترعد. قلت له العفوت نتاعك، راك تعنقني بالسيف. قال لي نعنقك بالسيف وش فيها. دخلت للصال وقلت ليماه تعيشي طاطا قولي له يخطيني. قالت لي يا بنتي وكي يخطيك وين راح نلقى عروسة خير منك. قالت لي على جالي مديله فرصة ونجيبو جداتك تعيش معانا إذا حبيتي ونكونوا عائلة سعيدة. الصراحة بدات تقنح فيا. راحت يماه وعنقتني وقالت لي خمي مليح. العشية كي كملنا الخدمة جات عندي الأخت مريم، قالت لنا ديروا حشا في الشباب. العشية عندنا ضياف، روحنا كل وحدة وش دارت. أنا قالت لي طيبي الرشطة، طيبتها الله الله، ودرنا التحلية وليكيش وليك غاتا كلش جاب الطبع. الحق وقت المغرب سمعنا الطبطيب في الباب، رحت فتحته لقيته أمير جايب يماه. قال لي سموني نديك وبدا يضحك. أيا أوكي قعدنا قصرنا. قال لي مور مديت الكف على بالك وين رحت. قلت له وين. قال لي كنت في آجي، رحت خطبتك من جداتك. على بالك وش قالت لي جداتك. قلت له وش قالت لك. قالت لي قالت له باللي هدنيني منها برك. بديت نضحك. شد لي يدي وقال لي هدى تقبلي تتزوجي بيا. وانا ثم الدمعة صراحة طاحت لي. قلت له وعدني ما تزيش تأذيني. قال لي وعد. غدوة من ذاك رحنا جبنا جداتي وزدنا ايامات من بعدها ودرنا العرس وذوك ولا امير حبيبي وراجلي. هذه هي نهاية حياتي، هذه هي نهاية قصتي اللي حبيت نخليها لكم، انه ما تفقدوش لياس حتى ولو كان كنتو يتامى. ان شاء الله تكونوا حطيتوا لي هذاك الجام ودعمتوني، واستنوني في قصة اخرى من قصص من المجتمع الجزائري. الى هنا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وان شاء الله يكون عجبكم هذا الكرونيك نتاع اليتيمة، والى اللقاء.